السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عادل أحمد وفيديو جديد من صوت زملكاوي. يا ريت ما ننساش اللايك والشير والمتابعة للصفحة حتى يصلكم كل جديد. الحقيقة امبارح اللي لفت نظري منتخب الجزائر، لفت نظري المباراتين الصراحة. المباراة الأولى اللي هي مباراة الجزائر واللي دخل الهدف عادل بولبينا. شفتوا يا جماعة عادل بولبينا؟ عايز اقول لك ان عادل بولبينا ده كان معروض على نادي الزمالك ب 2 مليون دولار من حوالي سنتين كده او سنة ونص. شاب جزائري طموح، محترف، صغير. لاعب زي ده كنا هنجيبه بحوالي 2 مليون دولار، وكان ممكن يخلص بمليون ونص كمان. وساعتها المجلس تقاعس او استخسر او استغلى ان هو يجيب عادل بولبينا، وجبنا كبشة من اللاعبين. على فكرة ما جبناهمش يعني بفلوس رخيصة، يعني جبناهم بمبالغ قريبة من كده، بمبالغ قريبة من لاعب زي عادل بولبينا. ولكن شوف عادل بولبينا خلص المباراة امبارح للجزائر أمام الكونغو في اللحظات الأخيرة، وأحرز هدف عالمي عشان تصعد الجزائر. القصة مش قصة فلوس او قصة ان انا بجيب لاعب، ما انا بدفع في لاعب فلوس. انت لو رحت اشتريت مثلا اي حاجة حاجة جودتها عالية ودفعت فيها فلوس، الحاجة دي هتقعد معاك اطول. يعني لما تيجي تصلح الحاجة دي مثلا، او اول حاجة، اول زي ما بيقولوا كده ضربة مفك في الآلة دي او المعدة دي، هتبقى مثلا بعد فترة. لو رحت جبت مثلا شاشة، اول ضربة مفك شاشة جودة عالية وفي نفس الوقت سعرها غالي، اول ضربة مفك هتبقى مثلا بعد 10 15 سنة. انما انت لو رحت استرخصت وجبت شاشة مثلا باي كلام واي سعر، فانت هتبص تلاقي ان هي بعد 4 5 سنين هتبتدي ان هي تتعب منك. نفس القصة بالظبط بالنسبة للاعبين. انت لو رحت استرخصت وجبت لاعب على قده، اللاعب دوت هتبص تلاقي ان هو بعد فترة بقى من الفترات الأولى ما بيفيدكش في أي حاجة، زي ما بيحصل معانا دلوقتي. والحقيقة إن إحنا عندنا سوء إدارة أو سوء تفكير. يعني إحنا أخطأنا أخطاء كارثية من المجلس. اللي لفت نظري برضو الكوديفوار وبوركينا فاسو. الكوديفوار طبعا فازت على بوركينا فاسو 3-0. فهل تعتقد ان الكابتن حسام حسن هيقدر ان هو يجاري فريق زي الكوديفوار بالعشوائيه بتاعه كابتن حسام حسن؟ انا عايز اقول لك ان كابتن حسام حسن مثلا قابل انجولا ديت تصنيفها 89 على العالم، قابل بنين 92 على العالم، قابل زيمبابوي 129 على العالم، وقابل جنوب افريقيا مش مصنفه من ضمن كمان العشرة الاوائل اللي احنا منهم. يعني هي مش متصنفة أصلا جنوب أفريقيا، وكده كده كعبنا عالي على جنوب أفريقيا إذا كان يعني هو بيعتبر فريق جنوب أفريقيا قوي. فهل يستطيع كابتن حسام حسن إن هو يجاري المنتخبات دي؟ بالإضافة بقى إلى العشوائية اللي إحنا شايفينها، مش عشوائية في الملعب بس، عشوائية في اللي بيحصل. يعني شفت عمل إيه مثلا كابتن حسام حسن مع الجماهير المغرب بعد الهدف الثالث لمحمد صلاح؟ هل اللي بيحصل ده طبيعي يا جماعة؟ دي نقطة. النقطة التانية ان الكوارث اللي بتحصل ده في وجود رئيس الاتحاد المصري استاذ هاني ابو ريدة، موجود وشايف كل حاجة وشايف الاحداث. وبعد المباراة بصينا لقينا تصريحات كابتن احمد السيد زيزو اللي هي بيرسلها للمنتخب، للجماهير المغربية، ان انتوا كنتوا بتيجوا الاول عشان فاتحين الفلوس او التذاكر مجاني، دلوقتي التذاكر بقت بفلوس، فانا انا وزملائي هندفع لكم فلوس او هو هيدفع لهم فلوس عشان يجوا يشجعوا مصر. تصريح طبعا كارثي مع احداث ممكن يكون نيته صافيه، ولكن مع احداث. وعلى فكره زيزو ما بيتصرفش حاجه يعني ما بيتصرفش في حاجه الا ما بيكون قاصدها. بعد الاحداث اللي عملها كابتن حسام حسن مع تصريح مثلا زي تصريح زيزو، فانت كده انت كده بتكن العداء للجماهير المغربيه. انت بتلعب على ارض المغرب، مش بتلعب على ارضك. بالاضافه ان ليه هو في جمهور يا جماعه؟ يعني في جمهور يتعاتب او في جمهور انا هخش تحدي مع جمهور؟ استحاله. الحاجات دي بتسمع.
وبعدين حتى لو خلال الفترة اللي فاتت الجماهير المغربية انقلبت على منتخب مصر، لأن هنا في مصر طبعا بعد المباراة الأخيرة مع تنزانيا للمغرب، وناس كتير بدأت إن هي تطلع أو صحفيين بدأوا يطلعوا أو ناس نزلت تتكلم إن تنزانيا ليها ضربة جزاء والضربة الجزاء دي ما اتحسبتش. فده ادى الى ممكن يؤدي الى غضب الجماهير من مصر. انا بشجعك وانت جاي تتكلم على كده وانا بلعب على ارضي وكلام من ده. والحقيقه ان الجماهير برضو بدات ترد على كابتن احمد السيد زيزو بحاجات. هو انت ملقب بايه في مصر عشان تشتري لنا تذاكر؟ يعني هو خد برضو ما يستحقه من الجماهير المغربيه. ولكن انا بقول في وجود استاذ هاني ابو ريده، والكلام ده بيتكرر على فكره، لان الكلام ده حصل قبل كده برضو في كاس العالم لما راح كابتن هاني ابو ريده معاهم في كاس العالم الاخير، وحصلت الكوارث والتجمعات والاحتفالات. فضلنا نحتفل من اول هنا في مصر لغايه ما طلعنا من الدور الاول واتغلبنا الثلاث مباريات واحنا عمالين نحتفل. فده يا جماعه اسمها عشوائيه في الملعب، وعشوائيه في القرارات، وعشوائيه حتى في الطريقه، وعشوائيه في التعامل. هو احنا امتى هننضج يا جماعه؟ امتى احنا هننضج؟ على حين ان الاعلام ساب ده كله ومسك في تصريحات محمد صلاح، رغم ان انا الاقي ان هي تصريحات محمد صلاح دي منطقية جدا قصاد فريق بيتسلل واحدة واحدة. انت دلوقتي بتتسلل، دخلت من دور ال16، دخلت دور ال8، بتتسلل وسط الفرق دي. انت كله كان بيقول ان منتخب مصر لن يصعد من المجموعة اصلا. وبعدين ما انت هو في ايه في تصريحات مثلا محمد صلاح لما يقول لك ان احنا عندنا لاعبين صغيرين ولاعبين تلعب في الدوري المحلي؟ ايه الغلط في التصريح ده؟ ما انت عندك اللاعبين كلها في الدوري المحلي. ده انت المدرب بتاعك نفسه طلع قال لك انا عندي اتنين محترفين وربع يعني، وكله طلع ساعتها يقول لك اصله ما يقصدش، اصله مش عارف ايه، اصله ايه. ايه الغلط في تصريح مثلا زي واحد زي محمد صلاح؟ ده انت عندك مثلا منتخب قبل كده الدنمارك في سنة 90 تم إقصائه في تصفيات كأس الأمم الأوروبية. قبليها طلع، وبعد ما طلع في منتخب حصلت عنده حرب، اعتقد مش فاكر منتخب ايه. فالمهم ان هو اضطر ينسحب، وجابوا وجمعوا منتخب بعد ما خدوا اللعيبه اجازات، جمعوهم وراح كاس الامم الاوروبيه في 90. وبدا ان هو المنتخب رايح على اساس ان هو هيطلع من المجموعات، وحتى اللعيبه ما كانش عندها اي طموح، ودخلوا لغايه ما وصلوا النهائي وغلبوا المانيا وخدوا البطوله. بلاش في 2016 لما موسيماني جه يتكلموا معاه لما الزمالك وصل معاه نهائي، قال لك لا لا لا، انا لا اطمح ان انا حتى اوصل نهائي، ان انا اقدر ان انا اغلب الزمالك في مباراه من المباراتين. واستطاع ان هو يفوز على الزمالك، واستطاع ان هو ياخد البطوله الوحيده لسان داونز في 2016. فتصريحات محترمه جدا لمحمد صلاح، وما تستحقش كل اللي حصل ده وكل البهرجه الاعلاميه عليه في وسط العشوائيه اللي احنا عايشينها في منتخب مصر. انت عندك المباراه الاخيره قدام بنين، واحد زي مروان عطيه مثلا مهاره فرديه، واحد زي ياسر ابراهيم الكره اصلا مرفوعه زي ما احنا شفنا وضربها براسه وجت بالطريقه دي، والله لو عدها مليون مره ما هتيجي. هو انت ما عندكش غير، والجون الاخير مهاره فرديه من محمد صلاح من انفراد بفرقه بتهاجمك كلها بكل ما اوتيت من قوه، والكره اتلعبت وراحت لهناك وسابوا جون محمد صلاح ومسكوا في الاسيست بتاع زيزو. ده نص الملعب فاضي، وهو اداها له في حته يعني، اداها لمحمد صلاح راح بيها محمد صلاح. هي كل المهاره في جون محمد صلاح، مش في السلوك كمان او في اللعبه اللي لعبها له زيزو. بالاضافه بقى لكابتن حسام حسن والتغييره بتاعت مصطفى محمد، يعني تغييره في الشوط الرابع في الدقائق، فاضل مثلا 4 دقائق او 3 دقائق. طب انت مستني واحد زي مصطفى محمد ده يعمل ايه؟ هل تعتقد ان انت ممكن تعمل كده مع اي لاعب، مثلا واحد زي زيزو او واحد زي محمد صلاح؟ استحالة.
ان انت تعمل كده؟ انت تقصد ايه يعني؟ وعشان يعني مصطفى محمد مثلا ما راحش لعب في النادي الاهلي، هل ده نوع من انواع التجدير، او انك بتحاول ان انت تكسر مصطفى محمد، او بتحاول ان انت بتتعمد اذلاله؟ انت عندك واحد زي زيزو مثلا على النقيض، كان قبل ما يروح قبل ما يكون في الاهلي كنت بتعمل معاه ايه؟ كان بيقعد احتياطي على الدكه، وحتى لو نزل ما بينزلش في مركزه. لو هنقارن بقى دلوقتي، زيزو بينزل في مركزه ومحمد صلاح بيتغير مركزه. يعني هو بيغير محمد صلاح ينزله قدام، وعشان زيزو ينزل يلعب في مكانه عشان يتألق، في حين ان انت بتتعمد لعيبه معينه تغير مراكزها في الملعب. لو احنا بصينا لكده وبصينا لكده، زيزو كان بيتقال عليه محلي، دلوقتي بيتقال لك عليه عالمي. بيقول لك زيزو قبل حسام وزيزو بعد حسام. والدليل اللي بيحاولوا ان هم يلمعوا الاثنين، زيزو وحسام، لان حسام بيعمل اللي مطلوب منه بالظبط في كل مباراة. المطلوب بيعمله حسام حسن في كل مباراة. فهي محاولة من الاعلام لتلميع زيزو وتلميع حسام حسن، على حين ان واحد زي مصطفى محمد انت بتتعمد ان انت تعمل حاجة زي كده علشان تهينه او تتعمد اذلاله. طيب يا جماعة، بالنسبة لموضوع عودة اللاعبين لنادي الزمالك، اللي هي اللاعبين المفروض ان هي ترجع النهارده التدريبات بتاعتها. طبعا مش عارفين بقى الوضع هيكون شكله ايه، في لاعيبه هتنزل، في لاعيبه مش هتنزل، الوضع ايه. ولكن كابتن حسين لبيب اتصل بجون ادوار وقال له ان الفلوس هيتم توفيرها خلال الايام القادمه ان شاء الله، وهتبقى ان شاء الله في انفراجه ماليه. فانت كلم اللاعبين على اساس ان هي تبتدي بقى ايه. هو اصدروا القرار خالص ان اللعيبه هتنزل ان هي تلعب، والمباريات القادمه اللعيبه المفروض ان هي هتلعب، وهيتم تطعيمها بلعيبه من الناشئين. ولكن اقرب مباراه يوم 11 هل هتتلعب في وجود الناشئين، يعني اللعيبه الكبار في وجود الناشئين، ولا هتتلعب بالناشئين؟ ده طبعا اللي هنشوفه خلال الايام القادمه. ولكن انت عندك اللعيبه واخده اجازه طويله جدا، فربنا يستر. دي حاجه. موضوع الارض طبعا، احنا زي ما احنا قلنا ان الارض خلال الفتره الجايه دي المفروض يعني النهارده بكره لما يجي كابتن حسين لبيب، موضوع الارض المفروض هيخلص، بيتقال ان هي في المتناول والموضوع منتهي، ومستنيين كابتن حسين لبيب. طيب بالنسبة للمد المالي بقى، ممدوح عباس احنا زي ما احنا قلنا هو عايز يدفع فلوس بس بشروطه. تمام. طيب الموضوع وصل لإيه لغاية دلوقتي بعد دخول ناس زي ميدو وناس كتير دخلت في الموضوع؟ قال لك ان هو انا هدفع لكم انتوا الفلوس، ولكن الفلوس دي انا عايز لناس بعينها، انا مش عايز حد يعني عايز ناس معينة، وانا حر، دي فلوسي، وانا لو معاك هو حر. تمام. انما برضو جون اودوار عنده حق، ان هو مثلا بيقول لك لا، لو هتدخل فلوس انت تدفع لي وانا اوزع على الناس. فهو التاني معترض على النقطة دي. لو انتوا مش عايزين تمشوا جون اودوار، فانا هديك انت الفلوس وتديها للناس اللي انا عايزها وتوزعها على الناس اللي انا عايزها. تمام. فهم دلوقتي بيدوروا حل يرضي جميع الاطراف من غير ما يتدخل برضو جون اودوار في الموضوع. فهل مثلا هيجدوا حل وسط ما بين الاتنين خلال الايام الجايه، ولا جون اودوار هيضطر ان هو يروح لممدوح عباس في حاجه زي كده؟ هنشوفه خلال الايام القادمه. طبعا الكابتن حسين السيد دعم النادي بمبلغ معين، يقال يعني 176 مليون ألف دولار، يقال أقل من كده، سواء أقل أو سواء هو المبلغ. المهم إن هو دعم بمبلغ معين بحيث إن الأجانب تقدر إن هي تاخد فلوسها خلال الفترة الجاية. بالنسبة لموضوع المدير الفني زي ما احنا قلنا واتكلمنا عليه، ان هما في 4 معروضين. في ميكاييلي البرازيلي، وهو منفتح على نادي الزمالك، وبيقول لك ان هو ممكن يتنازل زي ما احنا اتكلمنا وقلنا امبارح على الموضوع ده. وقلنا في مدير فني فرنسي، وقلنا في 2 مديرين برتغاليين، اللي هو نونو ألميدا، وفي مدرب برتغالي تاني اللي هو جورج سيماو ده بيقال انه هو برضو سيرته الذاتية متوسطة، عامل زي فيريرا كده اللي هو كان عندنا.
هل هو نفس المستوى؟ هل هو اللي هو يانيك فيريرا، هل هو نفس المستوى؟ هل هو نفس الوضع؟ الله اعلم. ولكن هو نتائجه كلها في المتوسط، بيلحق فرقه ان هي تهبط، فرقه بتبقى في نص الدوري. القصه كده، ولا خد بطوله ولا خد اي حاجه. ده برضو من ضمن المرشحين لنادي انزل. انا شايف ان هو ميكاييلي افضل مدير فني لو هتقدر تجيبه بفلوس قليله، هو افضل واحد فيهم. ده اقوى سي في. نخش بقى على بيراميدز وعلى بنتايك، وده اهم خبر عندنا النهارده. انت عندك طبعا محمد حمدي، ربنا يشفيه يا رب، مع منتخب مصر اتصاب. لاعب بيراميدز وان شاء الله يقوم بالسلامه، ولكن كده اللعيب هيخش في سنه بعيد عن الملاعب. فانت دلوقتي عندك بيراميدز عنده مشكلة كبيرة. دي نقطة. النقطة التانية، هو دلوقتي تفكيره ان هو دلوقتي عنده مشكلة في موضوع الباك. مش هو بس، انت عندك النادي الاهلي برضو عنده مشكلة في موضوع الباك او الظهير. يعني هو برضو بعد مشيان علي معلول النادي الاهلي، محمد شكري مش الاحسن حاجة، ويحيى عطية الله مش الافضل. فانت عندك الاهلي دلوقتي اصبح عنده مشكلة هو كمان. وفي نفس الوقت نادي الزمالك عنده اتنين لعيبة عاليين جدا، عندك فتوح وعندك بنتايج. فالاتنين دلوقتي مستهدفين داخل الناديين. احمد فتوح عقده بينتهي الموسم الجاي. بالنسبه لاحمد فتوح، وبنتايج زي ما احنا شايفين فاسخ مع نادي الزمالك. لو نادي الزمالك قفل لنا الباب ده ودفع الفلوس ببنتايج، فهو بنتايج مكمل، وبنتايج عايز عمال يكمل عايز يكمل ليه بقى؟ لان بنتايج دلوقتي بقت العمليه فيه ايه؟ في ما بينه وما بين نادي الزمالك في دلوقتي بقى صهره احمد سليمان. فدلوقتي هو الافضل ليه ان هو يكمل مع نادي الزمالك لظروف كتيره جدا. فلو الفلوس بتاعته خلصت، يبقى احنا كده خلصناه، واحمد فتوح معانا، وبعد كده نجدد لاحمد فتوح. لو فضلنا فاتحينها كده بالمنظر ده، فانت دلوقتي نادي بيراميدز عامل عليك سبوت جامد قوي. وهو في جلسه هتجمع ما بين بيراميدز واللاعب. والجلسه ده يا جماعه دي خطه من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز مستهدف الاثنين، مستهدف فتوح ومستهدف بنتايج. فهو بيضغط على نادي الزمالك في حاجه زي كده. وهو برضو مستهدف ان هو ياخد فتوح، خاصه ان هو مع نهايه الموسم المقبل عقده هينتهي. فهو عايز ياخد منك واحد من اتنين، نادي بيراميدز. لذلك هو هيقعد مع بنتايج، ولكنه هو متخوف، لان دلوقتي بنتايج بيقول ان هو موقفه سليم، ونادي الزمالك بيقول لك انا موقفي سليم في موضوع فسخ العقد. فهو خايف بعد ما يتعاقد مع بنتايج يبقى في مشاكل في الفيفا، ويبص يلاقي اسمه جه في الموضوع، وان هو خد اللعيب واللعيب موقفه القانوني مش سليم، فتبقى مشكلة بالنسبة له. فهو برضه في نفس الوقت عايز يخش للزمالك من الباب الكبير ويتكلم مع نادي الزمالك، وفي نفس الوقت لان هو خايف برضو من اللاعب. فاحنا فاتحين باب المفاوضات لبيراميدز، وفي نفس الوقت الاهلي اللي هو من بعيد لبعيد كده، وممكن نلاقوه فجأة بقى عنده حاجة زي كده. ولكن بنتايج برضو عنده يعني هو عنده مشكلة مع بنتايج برضو الاهلي، ان بنتايج برضو زي ما احنا قلنا متجوز بنت كابتن احمد سليمان. فلما يروح الاهلي شكلها مش هيبقى حلو، لا لاحمد سليمان ولا للاعب. دي حاجة. الحاجة التانية، لو راح نادي بيراميدز هو هيبقى افضل بكتير طبعا، وهياخد فلوسه واول باول، وغير كده وكده هيبقى عقده اكبر من نادي الزمالك. بالنسبة للاعب محمد السيد، طبعا احنا قلنا ان في فتاحة ان اللاعب يجدد لنادي الزمالك، ولكن اللاعب الزمالك عرض عليه 25 مليون في 5 سنين، ولكن اللاعب بيقول انا عليا متطلبات كتير وعايز عقد كبير. طبعا نادي الزمالك رافض للموضوع نظرا لسن اللاعب، وان اللاعب ما قدمش اللي انا يخليني ان انا ادفع المبلغ ده. فاللاعب نفسه هل هيقدر ان هو يقدر ان هو يتنازل عشان يلعب في نادي الزمالك، ولا هيفضل كده معلق الى ان يرحل بقى؟ نادي الزمالك قال له هات عقد وامشي. فايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية؟ ده اللي هنشوفه.
ناصر ماهر طبعا خلال الفترة اللي فاتت متهم بالتعدي على فرد أمن، وتم حكم غيابي على اللاعب ب6 شهور. ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي فاتت؟ فرد الأمن خلال الفترة الجاية، فرد الأمن على فكرة طالب تعويض وتعويض كبير، يعني داخل في 2 مليون جنيه. ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية؟ وطبعا الموضوع كده كده ممكن يخلص وفي نفس الوقت يدفع تعويض زي ما حصلت مع إمام عاشور قبل كده، ولكن هينتهي على ايه؟ ده اللي هنشوفه خلال الفترة القادمة. ما اعتقدش ان هو الموضوع الكبير يعني، والموضوع تعتبر مشاجرة عادية وممكن ان هي تخلص بتعويض. انتهى الفيديو ولم تنتهي اخبارنا، ولا زال لدينا المزيد في فيديو اخر. دمتم سالمين.